يا مساء الفل عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هكون معاكم في فيديو جديد. تعالي بقى اقولك، لو عندك لفة جلاش في الفريزر بقالها 3 سنين تعملي فيها ايه؟ انا كان عندي لفة جلاش في الفريزر كانت مكسرة، ما كنتش هعرف اعمل بيها اي حاجة. فقلت ايه؟ اعمل بيها ام علي. تمام. جبت لفة الجلاش، هي كانت يعتبر لسه متلجة، يا دوب كنت مطلعاها من حوالي ربع ساعة. قطعتها بالسكينة كده، اصلا كانت بتتفرفت معايا. تمام. جبت صينية دهنتها سمنة، وهبتدي احط فيها القطع الجلاش اللي انا قطعتها وافردها زي ما انتوا شايفين. هنقلها الاول على الصينية، وهبتدي ان انا افردها بحيث ان هي ايه تتفكك كده من بعضها. تمام. كنت مسيحة بقى دلوقتي سمنة في بولة، هرشرش عليها كده من بعيد، وهدخلها تحت الشواية. طبعا انا كنت مولعة الشواية قبل ما اقطعها. ادخلها بقى تحت الشواية واطلعها. كل شوية كده اقلبها، يعني انا قلبتها مرتين. جبت بقى طاجنين فخار. هي ما كانتش لفة جلاش كاملة، هي دي لفة انا كنت مستعملاها قبل كده، وده اتبقى مني. كنت عاملاها هنا معاكم على القناة برضو، مش فاكرة والله، كنت عاملاها بجبن تقريبا او شاورما، مش فاكرة. بس دي كانت متبقية، وقلت ايه احطها في الفريزر ابقى اكمل عليها. هنا كانت خلاص بدأت تحمر، فطلعتها قلبتها، وهحط برضو عليها سمنة بحيث ان هي ايه آه، تتغلف يعني كلها بالسمنة. وهرجع تاني ارجعها الفرن. انا مولعه عليها بس الشوايه، وكنت غاليه لبن جنبي. كنت فصلت الفويس اوفر لاني كنت بكلم سليم. لا اكبر لا اعظم. جبت بقى لبن، هاخد موج كبير. هحتاج تاني برجع بعد ما ارجع احط يعني فهبقى ازود شويه. المهم دلوقتي انا جبت موج كبير لبن، اللبن ده كان لسه مغلي. هحط عليه قرفه، قرفه باودر، وهحط السكر واقلبه لحد ما احليه، يعني يبقى السكر بتاعه مظبوط. تمام. هفضل بقى احط واقلب وادوق لحد ايه ما الطعم يبقى مظبوط. بتبقى حلوه قوي، انا جربتها كذا مره. بالملفيه اللي هو بتاع ام علي المخصوص ده. آه حسيت ان الجلاش احلى. هو مرهق شويه في ان انتي بتدخليه الفرن وتطلعيه كذا مره وتكسريه، بس بجد طعمه بيبقى احلى. بصوا كانت خلاص اهي. احمرت، هتبقى دي اخر مره اقلبها فيها، يعني انا هقلبها المره دي والمره اللي قبليها بس. خلاص هقلبها اهو، واحط بقى عليها شويه سمنه. انا برشرش حاجات بسيطه خالص، مش سمنه كتير عشان ما تبقاش دسمه. احنا اصلا عندنا في البيت انا مش بعمل الاكل دسم، لان احنا بنتعب من الاكل الدسم. هرجعها بقى الفرن تاني، هتاخد وش بقى، ده اخر وش، بحيث ان هي تبقى اتحمرت من جميع الجوانب. واللبن انا ما كنتش كملته، بس كنت بشوفها لقيتها احمرت. فهكمله بقى وازود عليه شويه سكر. هدوقه الاول، احط بقى عليه شويه سكر، وكده هيبقى مظبوط معايا. هتكون بقى خلاص الجلاش اتحمر. هطلعه بقى واحطه في الطواجن. انا كان خلاص الجلاش اتحمر. ابتدي بقى، حاولت ان انا احطه بالمعلقه، لقيتها صغيره هتوقع مني. فجبت البتاعه دي، مش عارفه اسمها ايه، اللي هي بتشيل المكرونه البشاميل دي. ابتدي بقى اعبي في الطواجن. وانا كنت عامله 2 بس الطواجن دي كبيره، مش الصغيره اللي هي بتاعت ام علي، صغيره قوي دي. هحط بقى شويه جوز هند، وكم واحده كده زبيب، مش هكتر لانهم بيحبوش الزبيب. وهكمل بقى تاني. حاسه ان كان ممكن اعملهم في 3 طواجن، بس ما علينا، هم اصلا تاكلوا بألف هنا. انا بحبها قوي وهي سخنه. في ناس بتاكلها وهي ساقعه، بس انا بصراحه ما جربتش ان انا اعملها واسيبها تبرد او احطها في التلاجة وبعدين اكلها. ما جربتش بصراحه، بحسها كده بتبقى عامله زي الرز بلبن، كانك حاطه رز على لبن. دايما بعملها وبناكلها وهي سخنه، يا دوب يعني مثلا بنسيبها ايه تبرد سيكه كده بحيث ان احنا نعرف ناكلها. لقيتها بقى لسه محتاجه لبن، فهزود شويه واحط برضو عليه سكر وقرفه.
زي ما انتوا شايفين. على فكرة سهلة جدا، مبتاخدش اي وقت ولا مجهود ولا مكلفة ولا اي حاجة. اوقات بقى كنت بحط عليها قشطة على الوش، بس ما كانش عندي قشطة في الوقت ده فما حطيتش، بس طلعت بجد بيرفكت. والله العظيم كانت خطيرة، ولا احلى طاجن ام علي بتشتريه من بره. شوفي بقى انت لو جبتيه من عند بلبن هتجيبيه بكام، ولا لو جبتيه من اي مطعم ولا مكان بره هتجيبيه بكام. انا عاملاه بلفة جلاش، اللفة اصلا بتبقى تقريبا ب15 جنيه. انا ما عملتش لفة كاملة، انا عاملة حوالي نصها او اقل من نصها، وكانت اصلا باقية عندي، اللي هو انا ما اشتريتش، عندي اصلا في الفريزر بقالها كتير. وشوية جوز هند وزبيب من البيت، ما عندكيش جوز هند وزبيب ما تحطيش. وشوية سكر وشوية لبن، بس مفيش، مش مكلفة خالص. ما عندكيش سمنة حطي زيت. ما بنعقدش الدنيا احنا اي حاجة. اهم حاجة وانتي بتعملي الحاجة اعمليها بحب، هتطلع معاكي زي الفل. بصوا بقى، بجد شكلها يشهي. جربوها بقى وهتدعولي. بس كده، وبكده يكون خلص فيديو النهارده.